نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان يلي هن بينحدروا من مدينة إدلب السورية. بسام وإحسان كانوا عايشين بالعاصمة التركية أنقرة، بعدين تم نقلهم لمستشفى الملك عبد الله بالسعودية. تحياتي للسعودية وتحياتي لخادم الحرمين الشريفين. ولد الطفلين مرتبطين بمنطقة الصدر وأسفل البطن والأمعاء، وخضعوا هدول التوأم لعملية جراحية تعتبر من أدق العمليات الجراحية بالعالم كله. وفقا لحساب واسل عام على تويتر، استغرقت هي العملية 7 ساعات، وجرت هي العملية على 5 مراحل. أولاً بلشت بمرحلة التخدير، ثانياً بلشوا بمرحلة الفصل، بعدين مرحلة ترميم الأعضاء، ومن بعد هذا إيقاف النزيف يلي بينتج عن الأعضاء لاحقاً. وتخيلوا يا جماعة إنه هي العملية شارك فيها 26 شخص لفصل هدول التوأم، وهذا رقم كتير كبير بالنسبة لعملية وحدة. وبعد كل هي المراحل من الانتظار والصعوبة والفصل الدقيق للأعضاء، بعد 7 ساعات ونص نجح